هذيك مدينة ترعان، مدينة سمخ، وهي محطة القطار. السلطان عبد الحميد مشى قطار بدون جرافات، بدون إنشاءات، بدون وزارة إنشاء وتعمير، بدون وزارة نقل. الآن عندنا وزيرين، وزارتين لوزير. بدون 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 مشاه في 4 سنوات للمدينة المنورة. 7000 جندي اشتغلوا عليه، كل واحد منهم كان يحفر 150 تنكة في اليوم، يحفر مش يشيل. مشاه ب 3 ملايين. في 950 جسر غير العبارات، في منهم جسور ال10 في عمان، في جسور الخضراء جنوب تبوك أصعب لسه وفيها النفق. في 96 محطة، في 4 مستشفيات. أهل القدس ترجوه يا بركات، قال لي زلمة خلينا قطمة هيك وصلة، بصلنا بطدانهم الوصلة كلفته 8 أضعاف الخط اللي طوله 1326 كيلو، لأن التضاريس مختلفة. عمل فيه 17 نفق بدون أدوات، من النفق بلعة ما شاء الله، أنفاق وصلوا للقدس. في 1/9 اشتغل الخط كاملا واختصر المسافة من 2 ل4 أيام. 1/9/1908 كامل. 1/9/1909 السلطان عبد الحميد ما كانش موجود، لأن هذا الخط استراتيجي. عاجزت كل الدول العربية انها تعيده مرة ثانية. الخط كان يخش من هون على جسر المجامع. المجامع هذا جسر مملوكي قديم وبيوصل لجنين، ودائما فتح القدس بيكون عبر جنين، عبر الأردن 26 من 27 مرة، بعدين جنين، بعدين على القدس. يا قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون.